أعزائي مشاهدي ومتابعي قناة مصريون تي في، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ساحة رأي. الشباب والرياضة تفتح باب السبوبة وتصدر لائحة إنشاء شركات خدمات رياضية للدخول في مجال الاستثمار الرياضي. حمامات السباحة العشوائية تغزو الأقاليم دون رقابة من الدولة. أضرار صحية وبيئية وإهدار للمياه الصالحة للشرب وتآكل للرقعة الزراعية هي فاتورة هذا الاستثمار العبثي المقنن. عرفت الحضارات المختلفة الرياضة ومارسها الإنسان على مر العصور، وأضحى على قناعة تامة بأن الرياضة غذاء للعقل والروح والجسد. واقترنت الرياضة مقولة العقل السليم في الجسم السليم، فلا يوجد عقل يفكر ويحقق إنجازات وبطولات داخل جسم هزيل لا يقوى على الحركة. لكن الدولة المصرية نظرت للأمر نظرة البيزنس دون أن يشغل حكومتها الرقابة، وفتحت باب الاستثمار في أبسط حقوق المواطن الذي كفلها له الدستور والقانون. فغالبية الأسر تدفع بأبنائها لارتياد النوادي، إلا أنهم يعودون لهم صرعى، إما صعقا بالكهرباء أو غرقا في مياه راكدة تغمرها البكتيريا والطفيليات، دون أدنى رقابة من أجهزة الدولة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، والتي أصدرت لائحة قواعد تمنح تراخيص لشركات الخدمات الرياضية. تضم هذه اللائحة 14 مادة فصلت في عهد وزير الشباب والرياضة الأسبق خالد عبد العزيز، متضمنة أهم الشروط لإنشاء شركات خدمات رياضية واللازمة للدخول في مجال الاستثمار الرياضي. ومع انتشار الملاعب الخماسية بقوة في المحافظات نتيجة لقرار سلبي من وزارة الشباب والرياضة والغير مسؤولة، لتصبح مشروعا اقتصاديا مربحا لأصحابه ينافس ملاعب النوادي الاجتماعية ومراكز الشباب الحكومية، لا سيما وأنها مفتوحة على مدار 24 ساعة. انتشار حمامات السباحة الشعبية والتي أصبحت ملاذا للبسطاء الحالمين بقضاء يوم في مصيف دون تكبد لمعاناة السفر وتكلفته في ظل ظروف اقتصادية مضنية يعيشها المواطن المصري، فضلا عن ارتفاع قيمة اشتراكات الأندية الحكومية لتصبح حلما قاصرا على الأغنياء والصفوة صعب المنال للغالبية الكاسحة من المصريين، مما دفعهم للجوء إلى حمامات السباحة الشعبية والمخالفة للمواصفات المنصوص عليها، لينتج عنها العديد من الكوارث نتيجة للإهمال وعدم إحكام رقابة الدولة عليها. حمامات السباحة الشعبية التي وجد أصحابها في الأراضي الزراعية ضالتهم حتى تكون وسيلة فعالة لصرف المياه بتلك الأراضي الزراعية والمجاورة لها، بعد الحصول على مياه بواسطة مواتير سحب دون تعقيم أو فلترة. أصحاب هذه الملاعب وحمامات السباحة المنتشرة في ربوع مصر لا يقتصرون عليها فقط، بل يزيدون من الشعر بيتا يفتحون بداخلها مطعما أو قافيها نظرا لإقامة بعضها على الأراضي الزراعية، والتي يصعب الحصول على تراخيص لها من جهات مثل وزارة التنمية المحلية والموارد البيئية المائية أو البيئة، فإنهم لا يحصلون على مرفق الكهرباء سوى من خلال ممارسة بتوصيلات عشوائية تفتقر لأقل قواعد الأمان. خبراء التنمية المحلية أكدوا أن انتشار حمامات السباحة الشعبية والعشوائية ترتب عليها مصائب عدة، منها الإصابة بأمراض جلدية وغيرها، لأن أصحاب هذه المسابح لا يهتمون بوضع المواد الكيماوية اللازمة لتطهير المياه، إلى جانب الأضرار البيئية وتآكل للرقعة الزراعية
وتشغيل تلك المشروعات بعداد كهرباء ومياه غير تجارية. استشاري الأمراض الجلدية أكدوا أن هذه المسابح هي بيئة حاضنة لنقل الأمراض الجلدية المعدية بسبب عدم الاهتمام بوضع المواد الكيماوية المخصصة لفلترة المياه، والتي تتطلب شهورا من العلاج، فضلا عن أنها تهدد حياة الأطفال الذين يذهبون وحدهم لممارسة السباحة، والتي تخلى من وجود منقذ أو مسعف، وبالتالي تحدث كوارث يتم التعتيم عليها ومساومة الأهالي بدراهم معدودة. هناك أشخاص بنوا منازلهم على مساحات ضخمة، خصصوا جزء منها لحمام السباحة على أساس أنها للاستعمال الشخصي، وتم افتتاحها أمام المواطنين وتحويل هذه المنازل إلى فندق، وتم إغلاق المكان ليعاد فتحه مرة أخرى رغم تحرير العديد من المحاضر لصاحبه في واحدة من قرى الغربية. أخيرا، يبقى المواطن المصري حبيس همومه وأعبائه دون متنفس طبيعي يلجأ إليه للترويح عن نفسه، بعد أن أضحت أسعار الأندية الرياضية في مصر، بعد أن أصبحت الأندية الرياضية حلما صعب المنال لطبقة الفقراء الذين يبحثون عن متنفس لهم. شكرا لحسن متابعتكم أعزائي متابعي قناة مصريون تي في. نترككم في رعاية الله وحفظه وأمنه على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله. مع تحياتي إبراهيم العتر.